يا أهلا بيكم. إزاي الصحة؟ النهاردة مش هحكي حكايتي أنا، لأ، هحكي حكاية شفتها بعيني في رحلتي كطبيبة. يا جماعة عاملين إيه؟ أنا اسمي إسراء، عمي 65 سنة دلوقتي، وبشتغل أستاذة في الجراحة العامة، تخصص دقيق في جراح الأورام السرطانية. بقالي أكتر من 40 سنة في المجال ده، كان ممكن أدخل أي قسم تاني. أهدى، أقل ضغط عصبي، بعيد عن العمليات اللي ممكن تستمر 24 ساعة متواصلة. بس أنا من يومي ما بهافش من وجع. اخترت السكة دي وأنا عارفة إنها طريق صعب ومهلك. ست بتشق طريقها وسط أسادها كلهم خبرة وقدوة. مفيش وقت للضعف ولا للزعل. البلطو الأبيض هنا مش مجرد هدوم، ده جرعة حماية بيخبي وراه ست لازم تكون أقوى من الجرح اللي بتتعامل معاه. اتطلقت وأنا عندي 48 سنة بعد جواز استمر حوالي 17 سنة. الطلاق ما كانش بسبب غيرة ولا شك، السبب كان أعمق بكتير. جوزي كان بيخاف من نجاحي، من إن مراته بقت دكتورة إسراء اللي بتدخل العمليات وتطلع أرواح من الموت، في حين إنه فضل زي ما هو. النجاح بتاعي كان بيحسسه بالتقصير. قلت له يومها بكل هدوء: أنا دكتورة، شغلي إنسانية مش سباق قوة. رد عليا الكسرة: أنا مش عايز معجزة، أنا عايز ست، وإنتي نسيتي تكوني ست من كتر ما بقيتي إسراء الجراحة. ومن ساعتها كل واحد راح لطريقه. بس أنا ما بطلتش جراحة، دلوقتي عايشة لوحدي، بشتغل في مستشفى كبيرة في القاهرة. سمعتي بتنور زي الدهب في عز الضلمة، ومرضى الأورام بيجولي من كل محافظات مصر. فيها مهارة في الإيد، حكمة في العقل، وصبر على الوجع. بس كل ده محكوم بصرادة، ما بتتنزلش. أنا حديدي في شغلي مش عشان كاسي، بس عشان مفيش مساحة للخطأ. غلطة في جراحة أورام ممكن تودي مريض ورا الشمس. أي تهاون، أي عاطفة زيادة، أي خطوة غلط ممكن توقع الثقة اللي اتبنت في سنين من التضحية والاجتهاد. كل يوم بصحى قبل الفجر أراجع حالات 42 مريض اللي المفروض أتابعهم، ألبس وش الأستاذة الجراحة اللي ما بتهزرش، الأستاذة الجراحة اللي ما بتهزرش. بس ورا القناع ده في صوت بيصرخ بالوحدة، في حنين لوحدة نسيت إزاي تعيش بره حدود التزامها المهني. ده شغلي، محتاج تركيز زي الشعاع، وقلبي بيعرف يفصل عشان ما يتكسرش. كان يوم خميس عادي خالص، طاقم المستشفى شغال زي المكنة، المواعيد مظبوطة والعمليات ماشية بالجدول. كنت في مكتبي بخلص تقرير عن حالة صعبة لراجل عنده حوالي 78 سنة، وكنت بفكر امتى أخلص عشان أروح أحضر مؤتمر طبي مهم. وفجأة السكرتيرة دخلت وقالت لي: في شاب بره طالب يقابل حضرتك ضروري، مش مريض عندنا. دخل عليا شاب تقريبا في 37 سنة، شكله مهندم جدا، عينيه فيها حرارة، مش قلق مرضي، كأنه بيحاول يجمع كلمة تايهة منه. سلم وقعد، صوته كان هادي ووشه فيه جدية مش عادية. قلت له بلطف: أهلا وسهلا يا ابني، اتفضل، إيه المشكلة اللي عايز تقابلني عشانها؟ أنا مش دكتورة بطن على فكرة. اتنهد وقال: يا دكتورة إسراء، أنا اسمي فارس، أنا مش جايلك مريض، أنا جايلك بوصية قديمة. سكت شوية وأنا مستنية يكمل. حسيت إن الموضوع ده ملوش دعوة بالطب خالص. زود وقال: أنا ابن واحد كان مريض عندك من حوالي 15 سنة، كان عنده ورم خبيث وانتي اللي عملتيله العملية. العملية نجحت إنها تطول عمره حوالي 12 سنة، بس الورم رجع تاني، تتوفى من شهرين. قلت لنفسي أكيد جاي يشكر أو يقول كلمة طيبة، بس إيه اللي جابه بعد كل السنين دي؟ سألته: الله يرحمه كان حد طيب، بس إيه الوصية؟ هل محتاجين أي تقرير قديم أو وثيقة؟ بحاول أخليه يرجع للمربع المهني. هز راسه وبص بجدية خليتي يركز معاه. قال: يا دكتورة، وصيته ما كانتش طبية، وصيته كانت رسالة شخصية لحضرتك. طلب مني أسلمها لك لما أكون متأكد إني هشوفك لوحدك وفي مكان هادي زي مكتبك ده. الفضول المهنية زاد بس مناخي فضلت ثابتة، صارمة محايدة. سألته: وصية؟ رسالة؟ هو كان يعرفني معرفة شخصية؟ جاوبني بصوت فيه نبرة غريبة: والدي ما كانش يعرفك شخصيا، بس كان عنده إعجاب غريب بيكي كإنسانة قبل ما تكوني دكتورة. كان دايما بيسميكي المرأة الحديدية ذات القلب الأبيض. الرسالة دي كتبها وهو على فراش الموت. فارس طلع من جيبه ظرف قديم شكله متهالك، مد إيده ومدهولي وقال. فضل يتوصى عليا إني أسلمها بنفسي،
وإني أقول لحضرتك إن كل كلمة فيها حقيقة ما كانتش تقدر تتقال في وقتها. أخدت الظرف وحطيته قدامي على المكتب، ما قدرتش أفتحه قدامه. فضلت عيني على الظرف وعيني عليه. كمل وقال: أبويا كان شايف فيكي حاجة، مش مجرد جراح ناجح، شاف فيكي إنسانة بتكافح عشان تعمل دور مش دورها. أنا خايف أكون بفتح عليكي جرح قديم أو سر مدفون. ما كانش بيتكلم بتردد ولا بخوف، كان في احترام غريب لشخصيتي. دي أول مرة أحس إن حد بيشوفني بالعمق ده، من وراه قصة مريض قديم. مشكلته مش في جسمه، مشكلته في الوفاء لوصية شكلها غامض. قلت له بهدوء وثبات: ما تقلقش خالص، شكرا إنك وفيت بوعدك. سيب الظرف وأنا هقراه وهشوف الموضوع. هل والدك كان بيواجه مشكلة شخصية وقت ما كنت بعالجه؟ بس جوايا كنت حاسة إن المقابلة دي هتحرك حاجة قديمة، كنت مفكرة إني قفلت عليها بقفل قوي. المريض ده جاب معاه حاجة غريبة، حاجة ممكن تهز صورة إسراء اللي رسمتها لنفسي. سجلت الملاحظات كالعادة، وشكرت فارس وطلبت منه يتابعني لو في أي جديد. بعد ما خرج العيادة فضيت خالص، الوقت كان متأخر. فضلت مركزة على الظرف القديم ده، بحاول أحافظ على هدوئي المهني اللي اتعودت عليه، الوش اللي ما يبينش أي تأثر أو فضول. بس كل ثانية كانت بتشدني عشان أفتحه. فتحت الظرف بحذر، والرسالة كانت صفحة واحدة مكتوبة بإيد كبيرة. كان مكتوب فيها: إلى الدكتورة إسراء، المراه الجراحة، أنتي عملتي عملية إنقاذ لحياتي، وده دين عمري ما هنساه. بس طول ما كنتي بتعالجي عندك كنت بشوف في عينيكي تعب، مش تعب عملية، تعب روح، كأنك بتجري من حاجة. انتي كنتي بتعالجي الناس بالمهارة دي عشان تعاقبي نفسك إنك مش قادرة تدي فرصة لحياة تانية غير الجراحة. أنا عارفة إنك اتطلقتي، وكنت دايماً بسمع سكرتيرة زوجك في الوقت ده بتشتكي لك منه. المشكلة ما كانتش فيه خالص، المشكلة إنه كان فاكرك زي أي ست، وإنتي أقوى من كده ب1000 مرة. بس القوة دي خلتك وحيدة ب1000 ضعف. وصيتي ليكي: بطلي تلبسي درع البلطو الأبيض طول الوقت. الحياة ليها طعم تاني غير مشرط الجراحة. راحة. عيشي يا دكتورة إسراء لنفسك ولو يوم واحد في السنة. الرسالة دي ما كانتش مجرد كلام من مريض، رجعتني لليالي كتير في بيتي اللي كان سجن، وأنا فيه كنت ببحث عن الحب في إتقان شغلي. رجعتني لصوت طليقي في وداني وهو بيقول: انتي مشغولة بالناس أكتر مني. المشكلة كانت إني عايزة أكون مفيدة أنا وبس. النهاردة وأنا بسمع المريض اللي مات بيتكلم عن الخوف من النجاح كأنه عيب، حسيت إن الدنيا بتلف بينا. أنا كنت بخاف من الوحدة، وهو شاف إن الوحدة دي هي اللي خلتني أحقق كل حاجة. كنت بسمع الرسالة دي تاني وتالت، وصوت إسراء المدفونة تحت ركام الجراحة، اللي نسيت إنها ست وليها احتياجات عادية، كان بيغلي السكات. حسيت إن قراية الرسالة دي بداية اهتزاز لحاجات كتير جوايا. بعد ما خلصت قررت أعمل فحص نفسي على نفسي، أقوم أقيم وضعي بدقة. قمت غسلت وشي، بصيت في المراية، كل حاجة كانت طبيعية، بس عيني ما كانتش مرتاحة. دخلت تاني المكتب، حاولت أرجع لهدوئي المهني البارد. قلت: الرسالة دي فيها حكمة مش مرض. الراجل ده كان بيشوف بعين مختلفة. هزيت راسي كأني برد على نفسي: مفهوم يا أستاذة. بدأت أفكر في حياتي بهدوء. الصمت كان تاني وبارد كالعادة، لكن تفاعلي مع الرسالة كان مختلف. بعد ثواني حسيت بتغيير في جسمي، التوتر اللي جوايا فك شوية، وحسيت بإحساس بالفسارة والأمان. قلت بهدوء وصوتي فيه ندم: الراجل ده صح، أنا بنيت حياتي كلها على إنكار ضعفي. الشغل كان ملازم من الحياة، والإسبان وقف. أنا مرتاحة لأني لقيت حد فهمني، وصوتي هرب مني والكلمات وقفت في حلقي من سنين. سمعت صوت جوايا بيقول: يا دكتورة إسراء، مبروك، بتمنالك كل التوفيق وحياة فيها سلام نفسي. ضحكت ضحكة فيها سخرية من نفسي. كنت حابة أسمع من نفسي نصيحة أخيرة كنسانة بتواجه ماضيها، بس ولا نصيحة طبية طلعت. حاولت أرجع لحياتي الطبيعية، أتابع المرضى، أرتب العيادة، أسافر مؤتمرات. سافرت مرة واتنين لحد ما حضرت مؤتمر في بلد بعيد عن مدينتي عشان أغير جو. بس الرسالة كانت بتقلب دماغي. وسط الناس كنت حاسة بشدة كبيرة وبحائط بيفصلني عن العالم، لحد ما في الكافيتيريا جت ست في سني تقريبا اسمها سعاد،
دكتورة صيدلية في أبحاث الأورام. قالتلي بلطف: ممكن أقعد معاكي؟ رديت وأنا مهزوزة نفسياً: اتفضلي. بدأت تتكلم عن الشغل، بس ملامحها وصوتها كانوا بيدخلوا جوايا. عينيها هادية وصوتها فيه راحة، وقالت لي: بصراحة يا دكتورة، أنا حاسة براحة مش عشان المؤتمر، لكن عشان يمكن تكوني زيي، حد شاف الحتوت دي كتير وبقى محتاج يتكلم بعيد عن الكيمياء والجراحة. جاوبتها وأنا حاسة إن قلبي بيتسرب من لساني. وأنا كمان ما بقيتش بشوفك مجرد زميلة، بقيت بسمعك كإنسانة محتاجة تفهم نفسها. فضلنا ساكتين. صمتها ما كانش صمت زميلة، كان صمت حد عايز يفتح حوار شخصي. قالت لي بهدوء: ممكن أسألك سؤال شخصي؟ قلت لها: اسألي. قال: وما تحسيش إن جروحك أنت كمان محتاجة طبيب؟ رفعت عيني فيها وكنت عارفة. بدأت من غير ما أحس الخطوة اللي ما كانتش في الحسبان. سعاد مدت إيدها بهدوء، لمست إيدي لمسة بسيطة، مش طبية، مش مهنية. كانت بتقول: حاسة بوجعك يا إسراء. قربت وقالت بصوت مهموس: أنا مش هنا كزميلة، أنا هنا كشخص حاسة إن روحه لقت راحة في صمتك. سامحيني لو قربت زيادة، بس الصدق هو اللي اتحرك. نزلت دمعة من عيني من غير صوت. الدمعة دي كانت نهاية إسراء الحديدية وبداية الست اللي بتفوق من الوحدة. ما قدرتش أرد، بس بكائي كان موافقة على إنسانيتها. كانت لحظة وضوء مشوبة بالخجل. اللمسة دي كانت بتقول إن في روح بتنادي على روح. الوقت وقف، الخدود اتكسرت. إسراء الدكتورة القوية بدأت تستسلم، وبعدها سعاد قامت كأن مفيش حاجة حصلت. أنا فضلت مكاني باخد نفسي بصعوبة. بصيت في المراية، شفت واحدة معرفتهاش، واحدة لقت صديقة. ومن ساعتها كل حاجة في حياتي بدأت تتغير ببطء. الشغل زي ما هو، المستشفى زي ما هي، بس أنا اتغيرت. بقيت أصحى بفرحة خفيفة، حاسة إن حمل كبير انزاح. يوم أصحى بتقبل نفسي، ويوم أحس إني بفوق من غيبوبة. قلت لنفسي: هل ده غلط ولا حاجة كنت محتاجاها؟ خوفي ما كانش من سمعتي، كان من إني أفقد فرصة أعيش. بدأت أتصالح مع نفسي، حولت اللمسة لصداقة ودعم متبادل. المشكلة ما كانتش في الفعل، كانت في الإحساس اللي سابه. حسيت بدفى وسط الدمار اللي جوايا. بعد حوالي 28 يوم لقيت إيميل جديد من فارس: السلام عليكم يا دكتورة إسراء، أنا فارس. فاكرة والدي؟ قريت رسالته ليكي، وكنت عايزة أقولك إن اللي عمله ما كانش وصية، كان محاولة أخيرة عشان حد مهم بالنسبة له يعيش. والدتي دلوقتي بتطمن عليكي دايما، وبتقول إنك كنتي بتعمليه كإنسان مش كمناف مرض، وده خلاه يتعلق بيكي. وأنا كمان اتعلمت منك أكون أكثر تواضع قدام التحديات. شكرا ليكي، وبتمنى ليكي التوفيق في حياتك المهنية والشخصية، ويا رب تكون رسالته وصلت صح وفتحت لك سكة جديدة، لأنك تستاهلي كل خير. القصة دي بتعلمنا إن القوة الحقيقية مش في إننا نبقى حديد ولا نلغي مشاعرنا عشان نحافظ على شغلنا. القوة في التوازن بين المهنية والإنسانية. إسراء اللي كانت فخورة بصرامتها كانت في الحقيقة ست خايفة بتستخبى ورا البلطو الأبيض. خوفها من إنها تبين ضعفها خلاها تخسر حياتها الشخصية، لكن رسالة المريض كانت مراية رجعت لها إنسانيتها. والتفاعل اللي حصل بينها وبين سعاد، حتى لو لحظة، إن قلبها لسه بيحس. القوة مش في القسوة، القوة في الرحمة. ارحم قلبك قبل ما تكون دكتور، وافتكر إن المهنة دي بتغطي إنسان محتاج يعيش زي أي إنسان تاني.